نيمار يتلاعب بفريق استقلال طهران أمام جماهير الهلال في دوري أبطال آسيا، ولكن حدثت الصدمة في النهاية. لكن قبل ما نبدأ في أي تفاصيل ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. في مباراة قوية بين الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي انتهت بفوز الهلال السعودي بثلاثية نظيفة. وفي الدقيقة 59 لقطة أولى من نيمار حاول من خلالها مراوغة لاعب استقلال طهران بالقوة، فقام اللاعب بردة فعل مرعبة وضرب نيمار في وجهه، حيث وقف نيمار وجها لوجه قصاد لاعب استقلال طهران واستعدوا للاشتباك، لكن تدخل كانسيلو وأنقذ الموقف بسرعة. وفي الدقيقة 62 قرر نيمار أن يدخل أجواء المباراة بلقطة استعراضية جعلت الجماهير تفقد عقولها وتهز المدرجات، وكأن نيمار سجل هدف للهلال. اللي عمله نيمار في اللقطة دي جعل لاعب الاستقلال الإيراني في موقف محرج للغاية، ولم يستوعب اللاعب اللي حصل له. أما في الدقيقة 84 نيمار حاول استلام الكرة وتسجيل أول هدف بعد عودته من الإصابة، فحدث شيء غريب جعله يغادر الملعب وسط صدمة وذهول كل اللي موجودين في الملعب، لأنه تعرض لأغرب إصابة ممكن تشوفها في حياتك، مع إن محدش لمسه خالص ولا التحم معاه التحام قوي. في النهاية مستنيين رأيكم في التعليقات، لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير.